تعبت من ذا الفريق، انا تعبت من ذا الفريق، هذا الفريق ما يقدر عليه الا الاتحاد عميد اسيا. وينك يا الاتحاد ولا الهلال؟ وينك؟ السلام عليكم. المجتمع ده ان شاء الله. الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. ألف مبروك لجمهور الهلال العاقل، هارد لك جمهور نادي النصر. ما عندي تعليق غير ان اقول لك والله الفريق سود وجهي، الفريق سود وجهي. والله ما اقول لك الا فريقي فاشل للاسف، والله فريقي فاشل ومدربي فاشل. خسائر فلوس، خسائر سكن، طيران، قطع مسافات، اكل 4 واطلع من دقيقة 60. اسألك بالله هذا مو منظر مؤسف ومخجل؟ انا ما ادري اللاعب اللي قاعد يلعب ما يخجل على نفسه وقاعد يشوف الفضايح اللي قاعدة تصير من الوديات، من الجكارو، الجكارو والالعاب. الالعاب الالعاب. نلعب جكارو، فوز انت علقم، اطلع برا، انا فزت على تافي. كاسترو ما يقعد دقيقة، كاسترو ما يقعد دقيقة في النادي. تلاحظ لحد دلوقتي من يوم ما النصر حقق البطولة العربية المشؤومة وما شافش يوم عدل، لا على مستوى البطولات ولا قصاد الهلال تحديدا شاف شمس من قمر من بعدها، من بعد ما خسر الفريق الماتش ده واحنا ماشيين على نفس النسق لحد دلوقتي، وشفنا فريق النصر بيخسر للمرة الرابعة باين ولا الخامسة على التوالي قصاد فريق الهلال، المرة دي في كاس السوبر السعودي. بس المرة دي الحقيقة كانت مختلفة شوية. ليه كانت مختلفة؟ لأن فريق الهلال قرر ان هو ينتهج نهج جديد جدا، وهو انه يمشي على سياسة ما اجمل ان تمنح منافسيك الامل ثم تقتلهم. تتفرج على الشوط الاولاني تلاقي فريق النصر بيلعب لوحده في الملعب، الهلال مش موجود اساسا، سيطرة واستحواذ لفريق النصر، فرص خطيرة لفريق النصر، كان صعب وقاسي جدا على فريق النصر. وبعدين تلاقي فريق النصر كمان بياخد التقدم عن طريق كريستيانو رونالدو وبيديك احتفاله الشهير في الملعب، والموضوع خلاص ماشي في سكة تتويج النصر بكاس السوبر. ندخل الشوط الثاني، يعني جيسوس تقريبا دخل على اوضه اللبس استبدل لعيبه الهلال بلعيبه ثانيه، اللي هو الشوط الاول كان بيلعب بشبيه متروفيتش وشبيه سافيتش وشبيه روبن نيفيز وشبيه مالكوم، والشوط الثاني نزل بقى بالاصليين اللي هو تعالى يا رجاله يلا بينا، خد يابا التعادل عن طريق سافيتش مش كفايه، خد الثاني عن طريق متروفيتش مش كفايه، خد لك كمان جول لمتروفيتش مش كفايه، حارس المرمى بتاع فريق النصر الناحيه الثانيه هيدينا الجول الرابع لمالكوم. ونفس تلاحظ لحد دلوقتي من ازاي اقنعك ان الفرق بين الصورتين 20 دقيقة بس؟ للمرة المليون رونالدو يستفز ويخرج عن المباراة بعد ترديد الجمهور لاسم ميسي كالعادة. للمرة المليون هزيمة ساذجة وتصرفات غبية من المدرب واستهتار تام من اللاعبين. للمرة المليون صفقة حارس فاشلة لنادي النصر، صفقة انتهت قبل بدايتها، واسوأ تقييم لحارس مرمى شفته بحياتي. للمرة المليون ماني يثبت انه عالة على الفريق، عالة بأدائه داخل الملعب وعالة براتبه الضخم على النادي. للمرة المليون نطالب بمدافع ولاعب وسط قبل انطلاق موسم كارثي. للمرة المليون تشوف غريمك بيتوج بالبطولات وعلى حسابك. للمرة المليون نطالب بإقالة كاسترو. شفت اللي يقول لك خلنا نبتدي من حيث انتهى الآخرون؟ نادي الهلال السعودي قاعد يطبق هذا الشيء على نفسه، يبتدي من حيث انتهى بانتصارات كبيرة وإنجازات عظيمة، ويبتدي موسمه بالبطولة رقم 70 في تاريخه. اليوم فاز فوز كبير وعريض على نادي النصر، 4 أهداف مقابل هدف واحد، مع أن النصر هو اللي تقدم، كريستيانو رونالدو هو اللي جاب الجول، لكن الزعيم كان الكلمة ثانية تماما، قلب الطاولة وفاز 4 مقابل 1. مبروك يا جمهور الزعيم، تستاهلون الفوز. هذا كان نادي النصر، معوضين خير إن شاء الله. أرد لك الحمد لله على كل حال. ايش رايك في المشهد اليوم اللي صار؟ والله المشهد هذا اللي بقول جماهير النصر والنصراوية عموما لا تنتظرون شيء الموسم هذا. ليش؟ كاسترو، ماني، ابقوا على تاليسكا عايد من إصابة. طيب الميركاتو بيخلص، جيبوا لعيبة، جيبوا ناس، تكفون، تعودنا على هالزايم خلاص، ارحمونا شوية. الآدمي ده ها شوفوا عشاء، اليوم كلفتوني عشاء، وش زيد بتكلفوني؟ أكذب؟ انتم متحدين؟ والله متحدين على العشاء. انا والله اني عارف اني بفوز للامانه، بس كنت اتمنى نصراويه، العائله كلها عندي نصراويه،
لكن ما حالفهم الحظ، وان شاء الله الجايات افضل مشيئه الله. وين ايش اللي صار؟ صح، موضوع اكبر من كذا صح. يعني الحارس جايبينه يسلم كرة لمالكم زي كذا، ايش في؟ يعني وسافيتش لعب فينا شيء والله ما يصير. لازم النصر يلحق على نفسه ويجيب لعيبه بدل ذولا الصدق. شكرا. العفو. هارد لك لجميع جمهور نادي النصر، لانه فعلا اللي قاعد يمر فيه نادي النصر وجمهوره هذا مرض نفسي فعلا. قسما بالله سيناريوهات يعني جدا مرعبه. يعني انا بالنسبه لي كشبابي وحاضر تابع المباراه لرونالدو للمباراه الكبيره، فعلا انا ما شفت زي كذا. فعلا السيناريوهات اللي قاعد تصير مع جمهور نادي النصر والله هذه لازم لها تعويض، لازم لها تعويض. فعلا المفروض يعوضون جمهور كذا، يعطوهم اي شيء. فعلا اللي قاعد يصير والله مهزل. وش سبب الخساره اليوم؟ السبب الشوط الاول النصر طالع فايز 1-0، فريق اخذ ثقه، المفروض الشوط الثاني يدخل بثقه اكبر، فريق مركز. شفنا العكس، شفنا فريق منهار. صحيح. بالنسبه لي نادي الهلال نادي مره قوي صراحه. انك تخيل في كل فرصه كانت على المرمى، في كل فرصه. يعني الهلال فعلا افضل نادي ممكن من افضل 5 انديه في العالم من استغلال الفرص. يا جماعه الخير، اي فرصه للهلال خطورتها 99% على المرمى، ونتيجتها 4-1. 4 يا جماعه، 4 فعلا شيء كبير. الفرق انه ان الهلال يعرف يستغل الفرص، يعرف كيف يقتنص الفرص. فعلا للاسف هارد لك جمهور النصر وهارد لك لرونالدو. صراحه اللي اشوفه شيء يقهر، يعني فعلا شيء يقهر جدا انه رونالدو بعد مغادرته من ريال مدريد يعاني في كل بطوله. رونالدو في كل بطوله منذ مغادرته من ريال مدريد، اقصي في كل بطوله، اقصي مع يوفنتوس، مع مانشستر يونايتد، ولا مع نادي النصر، في كل بطوله يقصى للاسف. يعطيك العافيه. هارد لك لجميع جمهور نادي. والله ما ادري ايش اقول، ولكن الف مبروك جمهور الهلال، فوز مستحق يا جماعه. النصر بعد التعادل، ايش هذا؟ بالله احد يقول النصر قاعد يسوي بعد التعادل؟ ايش فيه؟ بالله هذا لعب؟ ترى تعادل معاك تقوم بطل تلعب تستسلم؟ مو منطق. والله الهلال يا جماعة الخير اقسم بالله اليوم سافيتش كذا. الهلال سافيتش، سوى كل شيء. مجنون ذا، وبنته ماذا تفعل؟ يعني ولده صار ولده. يا الله يا جماعة ايش اللي صار؟ والله كثير 4 يا جماعة، كثير في نهائي كثير. هارد لك جمهور النصر، مدربكم هذا لو استمر راح تستمر الكوارث حقتكم، كان الله في عونكم. ولكن هذا مو مظهر يظهر فيه النصر في النهائي. المباراة حقت نصف النهائي كنتوا أساطير، الأغلب كان يرشحكم للفوز، وأنا قلت الأكثر كان يقول النصر، ولكن الهلال في النهائيات 4. هارد لك، مبروك جمهور الهلال. رد فعل غريب من كريستيانو رونالدو بعد الهزيمة أمام الهلال برباعية وخسارة السوبر. مش عارف بيوجه الرسالة دي لمين؟ هل للمدير الفني بتاع النصر بيقول إن هو بيتكلم إن هو هداد يعني، ولا معنى الرسالة دي إيه؟ قول لي أنت في الكومنتات. لكن الراجل معاه حق، الهلال السعودي أصبح عقدة كريستيانو رونالدو اللي ما بتتحلش. الراجل من ساعة ما جه السعودية لعب قدامهم 6 ماتشات رسمية في الدوري وفي الكاس وفي السوبر، ما كسبش ولا مباراة. لا عرف يكسبهم دوري، ولا عرف يكسبهم كاس، ولا عارف يكسبهم في السوبر. اكتفى بفوز وحيد في البطولة العربية اللي هي بطولة ودية مش محسوبة. لكن في كل الرسميات الهلال بيدوس على النصر. الهلال عقدة كريستيانو رونالدو، الراجل مش عارف يفوز عليهم ابدا. النهارده متروفيتش واصحابه بيشكلوا على الهلال وبيفوزوا برباعية رايقة بعد ما الشوط الاول خلص 1-0 بهدف كريستيانو رونالدو شخصيا. الشوط الثاني رباعية للهلال في ربع ساعة، ضربوا النصر وقضوا عليهم تماما وخدوا بطولة الكاس اللي يستحقوها طبعا، لان في السعودية لا صوت يعلو فوق صوت الزعيم الهلال. اولا هارد لك على خسارة النصر. اتحادي وجيت مشجع النصر وواقف مع النصر، لكن هارد لك على خسارة النصر، وبإذن الله تتعوض في الأيام القادمة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وصبايبنا والله الحارس ما يعرف يتمركز فوق، وحظه وفر، ومبروك للهلال. سلام. كان بالإمكان أفضل مما كان،
لكن تهاون واستهتار. بمين؟ البلد دفاع. المدرب والله دفاع. حرام يكمل معانا. حرام، لكن الهلال قوي صراحة. مانيه ما عاد نبغاهم، مانيه ما عاد نبغاه، والمدرب وتلس غيروهم. ماني واجههم زي الزفت، دفاع زي الزفت كلهم. خلاص الغوا نادي النصر. ابشروا بلاو. كريستيانو وماني لازم يطلعوا من الدري. لا تكفي التاريخ. كريستيانو ما يدعمون ما يدعمون، ما مع ناس، ما مع عالم، ما مع عالم. كاسترو صراحه لازم يطلع، كاسترو وتلسكا. متروفيتش ذبحكم؟ لا والله، بس الحارس سيء. الدعم الهلال لو يجي النصر كان شفته عالمي. الله الله. تركت مباراة. تركتها. خلاص طوينا فقدنا الامل، هجت راحت علينا 4 اللي توقعتها جالهم على حظنا. يمكن يزود. والله ما ادري وش المشكلة طيب في النصر؟ في الدفاع رايح فيها، الدفاع مضروب. دفاع مضروب. الدفاع والله مضروب. مدرب ايش رايك فيه؟ المدرب ضايع، ما ضيع من الدفاع الا مدرب. كلهم ضايعين اجل. كلهم ضايعين والله يا ابو كريستيانو راحت كلها ما عاد معك. عسى الله يعوضه. الموسم جاي تتوقع النصر يسوي شيء ولا؟ ان شاء الله اذا غيروا المدرب ان شاء الله تزيد. ان شاء الله الله يزينها ان شاء الله. على الوضع هذا ما بنجيب شيء والله. ما في امل. ما في امل والله. لكن الله يزينها. اللهم امين. ان شاء الله. فعله خير. باذن الله لا تطول الله يزينها واياك. ليش زعلوك؟ كل شيء زعلون. قول اللي بخاطر. يا اخي بكل شيء الفريق سيء لابعد درجه. لا مدرب، لا ما ادري شو اقول. يعني نفس السيناريو العام؟ اسوء من العام. ما انت متفائل؟ ابدا نهائيا. صفقة الدون، تاليسكا، لابورت. الدون ما منه فايده. رجال يعني. اخوان سيناريو لا يصدق، سيناريو عظيم. يعني اليوم الهلال ما يتصدق خالص. ب20 دقيقة تخيل معي قلب النتيجة من 1-0 ل 4-1. اخوان والله حرام. اتمنى منكم ما حدا يقلل من كريستيانو رونالدو. يعني لو ما كريستيانو رونالدو لكان النصر ما عنده جمهور. الجمهور كله عاشق لكريستيانو رونالدو. اليوم رونالدو سوى كل شيء. يعني المدرب كاسترو كان عبد الرحمن غريب على الجهة اليسرى، وكان يعني الخطر الأول على الهلال، اجى قلبوا على الجهة اليمنى. والله حرام يا اخوان، اخوان والله حرام. يعني لازم النصر السعودي يقدم استقالة كاسترو. بدنا مدرب افضل من كاسترو، بدنا مدرب خبرة يا اخوان.